خليني اقول لكم ازاي الطفل ده وهو عنده 10 سنين نزل 2 كيلو في 5 ايام بس. اطفال كتير جدا بيبعتوا لي رسائل شبه الفيديو ده مخصوص للاطفال. لو عندك طفل من 8 ل 16 سنه اعملي سيف للفيديو ده وكمليه للاخر، وما تنسيش تبعتيه لابنك ضروري جدا. الفيديو ده مهم جدا لكل الاطفال. لو انت عاوز تكون حاله من ضمن الحالات دي، لو عاوز يخس من 2 ل 5 كيلو في اسبوع واحد بس، كمل الفيديو ده للاخر. للاسف حالات كتير جدا بتتخدع بالريفيوهات دي. الحالات دي بتكون معانا، الريفيوهات دي حقيقيه، ولكن ما ينفعش ابدا كل ريفيو تشوفه تصدقوا ان هو ده اللي هيحصل معاك. مستحيل يكون ده اللي هيحصل مع كل الناس، والا كان زمان كل الناس مشيت على نفس الانظمه. الاطفال عمرنا ما بنتارجت معاهم ابدا ميزان. عمري ما بطلب من طفل يفضل طالع نازل على الميزان. الطفل احنا بنهتم بحالته الصحيه، بنهتم بشكله العام، بنهتم بمجهوده العام، لكن انك تفضل طالع على الميزان كل شويه ده مش صح. مفيش طفل بيخس كل يوم ولا كل اسبوع. الاطفال بالكتير قوي لو وزننا بنوزن كل شهر، سواء حالات سمنه او حالات نحاتي. متخصصه في تغذيه الاطفال والرياضيين. نصيحه لكل اولادي الصغيرين، اوعى تعمل دايت، ابعدوا عن المكملات، ابعدوا عن الحاجات اللي بيدوها لكم في الجيم وانتوا لسه في سن صغير. خليني اقول لكم ازاي الطفل ده وهو عنده 10 سنين نزل 2 كيلو في 5 ايام بس. معقوله 2 كيلو في 5 ايام بس؟ هو بصراحه مش معقول. الطفل ده كان زي ما بيقولوا كده خاربها على الاخر، وعمره في حياته ما حد نظم له اكله تماما، وكان طول الوقت بياكل اكلات من بره وجانك فود وفاست فود طول الوقت. ده بيكون ميزان وهمي مش حقيقي. دي كلها الميه اللي متخزنه في جسمه زي ما احنا متعودين نقول. يعني النزول الوهمي ده بيفرح الطفل، ولكن بعد كده بيعلي عنده الاكسبكتيشنز وبيخليه طول الوقت مستني ال2 كيلو اللي هو نزلهم في 5 ايام، وده مش حقيقي. الطفل في السن ده بيطول وبيبني جسمه، وبالتالي وزنه اصلا في العادي بيزيد عضل. ازاي احنا ممكن نخلي الطفل ده يوزن؟ اللي بيفضل طالع نازل على الميزان من سنه صغير قوي ده لما بيكبر بيفضل يعاني جدا مع عدم اقتناعه بشكله. هيحس طول الوقت ان هو شخص غير كافي، ان هو شخص مش مناسب. هيفضل طول حياته طالع نازل على الميزان، ودي عاده لازم نلغيها تماما. ما ينفعش ابدا نزرع في دماغ ولادنا ان هم مش مناسبين. اطفال كتير جدا بيبعتوا لي رسائل شبه دي. بصراحه انا بتفاجئ جدا بالرسائل دي. الرسائل دي عمرها ما تكون خرجت من طفل كان سوي. للاسف في حد ضغط عليه، اما بتعليق على جسمه او تعليق على شكله او اجبار ليه ان هو يبتدي حالا يخس. اوعى تجبر ابنك انه يخس، لانه هو لو مش مقتنع عمره ما هيخس. لو جبتني انا و20 دكتور تاني معايا برضه مش هيخس، لانه مش مقتنع. المرحله اللي بتكلم عنها دي مرحله سنيه صعبه، لازم كل حاجه يعملها يكون مقتنع بيها وتكون وصلت لده. لما ببتدي مع اي طفل من الاطفال دي لازم بيكون بيني وبينه سيشن طويله جدا بعيدا عن الام او الاب. لازم الطفل ده يقول لي هو ايه اللي جابه لحد عندي، هل هو جاب مزاجه، هو اللي حابب يتغير، وده بيكون اسهل طفل نتعامل معاه. لكن في اطفال بلاقي ان اهاليهم هم اللي بيجبروهم ان هم يدخلوا في المرحله دي، وللاسف المرحله دي بتكون تقيله وصعبه جدا عليهم. وانا من مكاني ده بنصحكم، لان انا اتعاملت مع اطفال كتير جدا. في اطفال بتجبر على انها تخس، سواء من ضغط المجتمع عليهم او ضغط الام والاب. انا بنصحكم ان ده مش احسن حاجه، وللاسف هتتكون عند الطفل ده في دماغه ان هو طول الوقت شخص مش مناسب. وعشان كده لما بيكبر بنلاقي حالات كتير جدا بتفضل تعاني جدا 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 عشان تنزل في الوزن، لانها بتكون جربت كل حاجه لحد ما جسمها بيكون دخل في عند شديد، وكمان بتكون وصلت لمرحله كبيره جدا من الاحباط. وده بنشوفه مع حالات كتير جدا من اللي احنا بنتابع معاهم سواء كبار او اطفال. دايما خد نفسك وروح لدكتور تغذيه. دكتور التغذيه هيعلمك ازاي تختار من ضمن الحاجات الكتيره جدا اللي موجوده في يومك، تختار الاكل المناسب. روح للدكتور اللي بيسمعك وبيتكلم معاك وبيديك وقته، وكمان هيوصلك لاول الطريق، وبعد كده الدور عليك انت ان انت تكمل، لان مفيش حد فينا ينفع يكمل طول حياته مع دكتور. انت كده هتخسر واحنا هنفضل نكسب. لما بتتعب وبيجي لك دور برد بتروح للدكتور يديك ادويه ويديك كمان شويه بريكوشنز تمشي عليها. الاحتياطات دي هتخليك طول الوقت تتجنب ان انت يجي لك دور برد بسهوله. هو ده بالظبط اللي هيعمله معاك دكتور التغذيه، هيوصلك على اول الطريق وبعدها هيقولك تعمل ايه عشان ما ترجعش لنفس الزون دي تاني. انا بنصح كل اولادي صغيرين لازم تخلوا بالكم من صحتكم. نوع اطفال تيجي تقول لي انا اخدت سبلمنت ايا كان ايه هو، طالما ما عملناش التحاليل المناسبه اوعى تاخدها، وما تتخدعوش بكل الريفيوهات دي. نصيحه حبيت اقولها لكل اولادي وكل الامهات، ويا ريت تشاركي المنشور ده مع اولادك وتفهميهم ان الصح ان انت تحافظ على صحتك، مش انك بس تخس عشان تكمل حياتك بشكل صحي. وما تنساش مع ستاند اب هيلثي عيشها بالصحه هتعيشها بكل سعاده. باي باي.